شكرا. سعادة النائب خيل عطية. شكرا الرئيس الجليل المحترم، وشكرا للحكومة على هذه الموازنة، وينبغي عليها أن تدرك يقينا بأن واجبها الأساسي في هذه اللحظات الصعبة توفير الحماية قدر الإمكان للمواطن الأردني في مواجهة غول ارتفاع الأسعار ووحش التضخم، وتحديدا أسعار المحروقات التي تثقل كاهل هذا الشعب الطيب. لقد آن الأوان لأن تبحث الحكومة عن خيارات ممكنة في جعبتها، لأن هذا الوقت العصيب هو وقت الدولة والحكومات في توفير الحماية للفقراء والبسطاء. ولا يخفي عليكم هنا الإشارة إلى ضرورة التفكير خارج الصندوق في بعض الاقتراحات الفعالة الممكنة. فالشركات الوطنية الكبرى في قطاع البوتاس والفوسفات وقطاعات البنوك تضاعف أرباحها، ويمكن للحكومة أن تتدخل لتطبيق منهجية التكافل هنا ومبدأ المسؤولية الاجتماعية، بمعنى تدبير مخارج الاقتطاع ولو جزء يسير من أرباح هذه الشركات عبر ضريبة ولو مؤقت نسبيا لدعم التوازن في أسعار المحروقات. وفي تجربة وطنية يمكن أن تعمم تحت عنوان تجميد بعض ضرائب المحروقات. وببساطة مع الرئيس الجليل، تنكة الديزل سعرها يزيد عن 16 دينار يا أخوان، وبمكرمة من سيدنا الله طول عمره نزلت الغاز إلى 12. والله التنكة هاي إنه سعرها كثير غالي. أنا الأوان أن الشركات الوطنية اللي إدارتها كانت حكيمة وحققت أرباح كبيرة سواء في الفوسفات أو البوتاس، وهذول هم أغنياء الحرب، يجب أن يدفعوا ضريبة للفقراء اللي تأثروا من ارتفاع أسعار المحروقات. أنا سأتقدم مع زملائي المحترمين بمقترح قانون لفرض ضرائب على هذه الشركات، وكذلك البنوك اللي أخذت 3 مرات ارتفاع نقط، المفروض هذه الارتفاعات أن تحول إلى الحكومة لتخصم من ارتفاع الأسعار اللي حصل على المحروقات. شكرا الرئيس الجليل. شكرا. سعادة النائب خالد أبو حسان.